يقول سعد الخثلان يقول قال لي الشيخ بن باز عليه رحمة الله، قال لي في ذكر لو أنا دفعت مقابل الملايين لكان قليلا. وإحنا صراحة أنا عن نفسي سألت كثير من الناس عن هذا الذكر ما يذكرونه. يقول هذا الشيخ بن باز عليه رحمة الله الذي أصلا سبحان الله رجل موفق مبارك، كل وقته ذكر، كل ذكر، حدث مع شرطه وتسجيلاته السائل يسأل ويذكر الله، قليل النوم، كثير قيام الليل، صائم النهار، يقضي حوائج الناس، يفتي للعامة، ما شاء الله. ومع ذلك يقول حق الشيخ سعد الخثلان، يقول في ذكر والله لو كان مقابل أني آخذ هذا الذكر الملايين لدفعتها وهي قليلة. سبحان الله. شنو هذا الذكر؟ هذا الذكر شنو غنيمته؟ هذا الذكر أيها الأحبة من قاله في اليوم 100 مرة، من قاله هذا الذكر كان عدل 10 رقاب، كأن أعتق في سبيل الله لوجه الله 10 رقاب كانوا مماليك وعبيد للبشر، فكأنه اشتراهم وجعلهم أحرار لوجه الله. تخيل عدل 10 رقاب، كم يعني قيمة هذه 10 رقاب؟ ما يقل عن نصف مليون ريال تقريبا. هذه الغنيمة الأولى، هذا الكنز الأول. الثانية كتب الله له 100 حسنة، 100 حسنة، الغنيمة الثانية. الكنز الثالث ومحى عنه 100 سيئة. تخيلوا. الرابعة كانت له حرزا من الشيطان سائر يومه حتى يمسي. حصن، حماية، وقاية، طول يومك انت محمي من الشيطان، لا عين ولا حسد ولا أذى من البشر، حماية من الله لك. تخيلوا سائر يوم حتى يمسي، ده قالها في الصبح، الليل انت في حماية وقاية. الوعد مو انا اعطيك، الوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذه الغنائم الأربع. عاد اسمعوا الخامسة عشان نعرف احنا شو مقصرين في ذكر الله. الخامسة يقول لم يأتي يوم القيامة أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل فعل أكثر منه. سبحان الله. أنت ما تبغي تأتي يوم القيامة أفضل شخص؟ إذا قلت هذا الذكر تأتي يوم القيامة ما في أحد أحسن منك. تخيل، لا يأتي أحد أفضل منك إلا رجل سوى نفس فعلك وزاد عليه. حري بالشيخ بن باز يقول هذا الذكر يسوى الملايين وأنا مستعد أدفعها. واليوم هذا الذكر بين أيديكم مجانا، في مقابله كنوز وأجور. ما هو هذا الذكر؟ أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقولها 100 مرة، تستغرق من وقتك فقط 7 دقائق ونصف. 7 دقائق ونصف يا جماعة، ولك هالغنائم الخمس. عدل عتق 10 رقاب، 10 درجات، 10 حسنات، تمسح 10 سيئات، حماية لك سائر يومك حتى المساء، وما يأتي رجل يوم القيامة أفضل منك. شوفوا